الجبال عمرها ما كانت صخر وخلاص، دي بتشيل أسرار تقيلة أتقل منها نفسها. أسرار لو نطقت الأرض ممكن تبلعنا وإحنا صاحيين. في جبل محدش بيقرب منه علشان الكل بيخاف من اللي ساكن فيه. مش حد من البشر لأ، ولا ديب من ديابة الجبل اللي ممكن ياكلك وانت صاحي، ولا عقرب بسم أخطر من أي سم في الدنيا. لأ برضه اللي ساكن فيه كيان ملعون أقدم من الزمن، ملعون لدرجة إن هو أخطر من ديابة وعقارب الجبل. في سوهاج موجود فيها قرية عند الجبل، فيها بيت حجر ما فيهوش مرايات وما فيهوش روح، كل اللي فيه حجارة، حتى البشر اللي هناك قلوبهم حجارة. وفي قبو تحت البيت ده في قفص بيتفتح مرة واحدة كل سنة، مرة واحدة بس، يوم 3 مارس. بس اللي جوه مش دايما بيتقتل، ممكن يتحرر، لكن لو اتحرر الكل هيدفع الثمن. أنا شيماء اللي قررت أكسر العهد، اللي قررت أصحي ساكن الجبل، اللي قررت أتحدى الشيطان عشان ابني ما يكونش هو القربان. أنا شيماء راضي، صحفية تحقيقات من القاهرة، عندي 31 سنة، متجوزة من 2 وعندي طفل عنده 4 شهور. عمري ما كنت بصدق في الخرافات، ولا حتى كنت بخاف، ولا كنت زي باقي الأطفال حتى بيخافوا من الضلمة. بس كل ده اتغير بسبب رسالة وصلتني، ظرف بني فيه جواه ورقة صفرة كأنها مدفونة من قرن، مكتوبة بخط حبر باهت، مكتوب عليها دار آل الشرقاوي، مرازيق الجبل، سوهاج. الجملة اللي خلت فضولي يتحرك من مكانه هي كانت السر في الدم، والدم في العهد، والعهد في الجبل. ولو عايزة تعرفي ليه كلهم لسه عايشين أغنياء ومحدش منهم مات فقير من 124 سنة، تعالي قبل يوم 3 مارس. ما كانش فيه عنوان واضح، بس كان اسمي مكتوب بخط إيد، بخط إيد مش عادي، كأنه خط حد يعرفني أو حد من دمي، مع إني ما كانش ليا أي قرايب خالص في الصعيد. وعيت على الدنيا معرفتش غير أمي، وأمي من القاهرة. فضولي كان هيقتلني، مين صاحب الرسالة دي، وإيه هو العهد، وإيه علاقتي بيه، واشمعنى أنا. وفعلا ركبت القطر ونزلت في سوهاج، مرازيق الجبل، قرية مش على الخريطة ومش موجودة على الGPS، ومش حتى على لسان حد في المنطقة. بس في مجموعة من البشر هناك لما قلت لهم على اسم القرية كان وشهم بيتغير، كانوا بيخافوا ينطقوا اسمها. واحد منهم دلني على الطريق بأعجوبة وبصعوبة شديدة. أول ما قربت من القرية كان الطريق ترابي مليان تعاريج، الهوا هناك ما كانش بارد، كان ساكن. المفروض عكس هوا الصعيد بيبقى حر. كل البيوت هناك كانت من الطين إلا بيت واحد كان ضخم وكبير زي ما يكون قصر كبير، بس معمول كله من الحجر الأسود فوق تل صخري، وبابه مقفول ما بيتفتحش لأي حد. اسمه بيت آل الشرقاوي. قابلت هناك ست اسمها نعمة الشرقاوي. عينيها كانت رمادية، بس ما كانش لون نن العين ده، كأنها مطفية من الزمن. قالت لي بهدوء: أهلا بيكي، جدك صبحي الشرقاوي كان هنا، هو صاحب العهد، وانتي اللي اتكتب عليكي انك تكمليه. حاولت أسألها جدي مين، أنا اسمي شيماء راضي عبد اللطيف. أكيد انتي غلطانة وفي سوء فهم، ويمكن الرسالة وصلتني بالغلط. قالت لي لأ، الرسالة وصلتك صح، الدم ما بيكدبش. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي ارتاحي النهاردة من الطريق وبكرة هتفهمي كل حاجة. الليلة الأولى سمعت واحدة بتصرخ من القبو تحت، اترعبت وما جاليش نوم.
كنت قلقانة أصلا على ابني لأني سايباه مع باباه لوحده وهو مش هيعرف يتصرف معاه. الليلة عدت بصعوبة. الليلة التانية حصل فيها حاجة هي اللي قلبت كل حاجة. شفت شاب لابس جلابية بيج واقف تحت الشباك، كان بيبصلي وما بيرمش، ولما خرجت أشوفه قال لي: اهربي اهربي من هنا بسرعة قبل ما يجيبوا ابنك ويتجدد العهد يوم 3 مارس. اهربي وانقذي نفسك وابنك. قلت له: انت مين؟ قال: انا واحد من العيلة الملعونة دي، بس مش راضي عن العهد، عشان كده لا اتجوزت ولا خلفت. هو ما ينفعش اخرج من البلد، لاني لو خرجت مش هعيش لحظة واحدة. وفجأة بص حوالي بخوف وجري قبل حتى ما اسأله عهد ايه ولا انت بتقول ايه. كان يوم 2 مارس. ما كنتش مقتنعة بكلامه قد كده، قلت ده يمكن مجنون ولا في حاجة في دماغه مش مظبوطة. كلامه ما كانش منطقي بالنسبة لي. ثم أصلا أنا مش من هنا، وإيه اللي هيجيب ابني الصغير هنا وهيجي إزاي؟ بس في حاجة رعبتني في قلبي، خلتني أقرر إني أدور وأبحث بنفسي. فضولي دفعني إني أفهم. نزلت القبو اللي تحت البيت، قلت أدور عن صوت البنت اللي كانت بتصرخ بالليل. بصيت لقيت قفص حديد قدامي، ولقيت فيه بنت مربوطة وعمالة تصرخ. مش أنا، صدقوني مش أنا. هم قالوا إن البنت اللي عايزينها من القاهرة، أنا من بني سويف، والنبي طلعيني مش أنا ما اتجوزتش أصلا وما خلفتش وما عنديش أولاد. انتوا جبتوني هنا بالغلط يا ستي، والنبي قولي لهم مش أنا، ومش هقول لحد على السر، ومش هقول على حد على الكلام اللي أنا سمعته ولا اللي أنا شفته، والنبي ما تقتلونيش. قلت لها: انت مين؟ وايه اللي جابك هنا وايه اللي عمل فيكي كده؟ قالت لي: هم عايزين يقتلوني لاني عرفت السر. ارجوكي قولي لهم يخرجوني ومش هتكلم، مش هقول لحد على العهد. بصيت جنبها لقيت في ورقة مكتوب فيها: العهد لا يكتمل الا بدم اخر مولود. رجعت بسرعة واجه نعمة واشوف ايه قصة البنت اللي مربوطة دي وايه موضوع العهد ده. لقيتها بتتكلم بهدوء مرعب، وقامت قايلالي: كلهم عارفين، كلهم هيتجمعوا هنا بكرة يوم تنفيذ الطقس الأخير حوالين القربان، ولازم كلهم يشبكوا ايديهم في ايدين بعض وينفذوا الشرط عشان يجددوا العهد. وانتي مننا، دمك من دم آل شرقاوي. قلت لها: يا ستي لأ، أنا مش من الصعيد. قالت لي: أبوكي الحقيقي اسمه رجب الشرقاوي، مش راضي عبد اللطيف، هرب من هنا من يجي 35 سنة وغير اسمه لأنه كان رافض العهد، واتجوز أمك هناك، بس عشان هو هرب من هنا مات بعد ما خلفك بشهرين 2. موته كانت بشعة، اسألي حتى أمك هتقولك إن هو مات تحت قطر. كل ده علشان رفض العهد، كل ده علشان رفض يكمل. بس أمك فضلت عايشة لأنها ما كانتش تعرف السر. ومن الآخر كده ابنك هو اللي عليه الدور، ابنك هو القربان، لأن ابنك آخر مولود من نسل الشرقاوي. طلع قربان؟ قربان إيه؟ انتي ست مجنونة، أنا مش مقتنعة بولا كلمة من اللي انتي بتقوليها. ابني مين اللي هيتقدم قربان؟ أنا مش من عيلتكوا أصلا. ومين انتوا؟ ومين اللي انتوا حابسينها تحت دي؟ أنا هبلغ الشرطة. قالت لي: اهدي، علشان اللي بيرفض بيتلعن، بيتلعن هو وعيلته كلها. وحكيت لي عن أصل الحكاية. قالت لي: سنة 1901 الشيخ صبحي الشرقاوي كان شيخ طريقة محترم، أب ل4 أولاد. في سنة واحدة ماتوا وولاده كلهم، ولاده ال4 ماتوا كلهم موتات بشعة. واحد غرق والتاني اتحرق والتالت اتخنق، وآخر واحد مات من فوق الجبل. فجأة وبدون مقدمات ولاده كلهم ماتوا قدام عينه. صبحي كان هيتجنن، خد بعضه واختفى أسبوعين. طلع الجبل، كان مكتئب، الكل فكره اتجنن، بس هو اللي عمله كان أصعب من الجنان. طلع الجبل ورجع بعد أسبوعين، ورجع معاه دهب يكفي يشتري نص سوهاج.
بس مرجعش بالدهب بس، لأ، رجع بالعهد. قابل هناك ساكن الجبل، كيان مش من الدنيا دي. الصفقة كانت واضحة، كل سنة في نفس الليلة يتقدم آخر مولود من نسل العيلة، والمقابل فلوس وذهب وسلطة وعيال كتير بدل ولاده اللي ماتوا. عيلة كبيرة ومحدش فيهم هيموت صغير، وجبروت وعزوة ما بيخلصوش. ومن وقتها الشرقويين ما يعرفوش لا فقر ولا مرض ولا موت بدري. كلهم أغنياء، عندهم مصانع في كل البلاد، ثروتهم تتخطى ال 500 مليون دولار. عندهم شركات في كل بلاد العالم، وعندهم نفوذ وسلطة وقوة من الآخر محدش بيقدر عليهم. بس لازم العهد يتجدد، ده كان الشرط الوحيد، واللي هيرفض هيتلعن. مش بس هتتاخد منه الفلوس والنفوذ والسلطة والقوة، لأ، هيتلعن. وللأسف أبوكي ما تعلمش من اللي رفض زمان، لأن مش أبوكي لوحده اللي رفض العهد. واحد من ولاد صبحي كان اسمه رشاد، هرب هو ومراته وابنه، لأن ابنه هو اللي كان عليه الدور. بس ساكن الجبل ما بيسامحش، أي حد بينقض معاه العهد لازم يتلعن. رشاد بعدها بأسبوعين مات هو ومراته وابنه محروقين من غير أسباب. لقوهم التلاتة محروقين في شقتهم. من ساعتها ومحدش هرب إلا أبوكي. كلهم بيزغلل عينيهم الذهب والسلطة والمال. كلهم بيتجمعوا هنا يوم 3 مارس من كل سنة عشان يجددوا العهد، وثروتهم تكتر وعيالهم تكتر. واللي ابنه بيكون القربان وبيقدمه بيكون أغنى واحد فيهم طول السنة، بياخد أكتر واحد فيهم ذهب وسلطة ومال. كلهم بيضحوا بآخر مولود ليهم يوم 3 مارس من كل سنة. لازم يتجمعوا ويحطوا القربان قدامهم، والطقس اللي بيحصل إن هما بينزلوا نقطة دم منهم كلهم على جبين القربان، وفي اللحظة دي بيقولوا تعويذة معينة وبيقدموه لساكن الجبل. ثروتهم تتجدد وتكبر وعيالهم تكتر. والسنة دي الدور على ابنك، لأنه آخر مولود في عيلة آل شرقاوي، وساكن الجبل ما بيستخباش عليه حاجة. شم ريحة دم ابنك ودمك من بعد مئات الأميال. أول ما خلصت كلامها قلت لها انتي مجنونة، أنا مش هعمل حاجة من اللي انتي قلتي عليها، أنا هبلغ الشرطة عنكم كلكم. حاولت أهرب، الباب كان مقفول والطريق كان مقطوع قدامي. كنت هتجنن، كنت مرعوبة. يمكن كانت حاجة واحدة بس اللي مطمناني، إن أنا متأكدة إن ابني في القاهرة مش هنا. كانوا واخدين مني موبايلي، ما كنتش عارفة حتى أطمن عليه. لقيتهم في يوم 3 مارس في عز الليل، الباب اتكسر ودخلوا عليا رجالة لابسين جلاليب سودا وشوشهم مدهونة بالطين، ماسكين في ايديهم شموع. اللي صدمني ان انا لقيت ابني معاهم، معرفش جابوه ازاي او خطفوه ازاي. كنت ناوية استسلم، لولا ابني مستحيل اضحي بيه حتى لو بكنوز الدنيا كلها. بس كان في حاجة تانية. ساعات لما نزلت القبو تحت، جنب الورقة اللي كان مكتوب فيها الدم والعهد، كان في مكتوب ورقة تانية مكتوب عليها تعويذة كسر العهد. أكيد دي كانت بخط جدي صبحي. كان مكتوب فيها تعويذة لكسر الطقس الأخير، بتتقال وقت الدم وسط الدايرة وعيونهم كلهم في عين القربان، ومكتوب تحتها تحذير: لو كسرت العهد هتصحي غضب ساكن الجبل. كنت ساكتة خالص، وفعلا لما دخلوني في الدايرة، لأني واحدة من العيلة ولازم أحضر الطقس بنفسي وأقدم القربان بنفس راضية، في اللحظة اللي نزلوا كل واحد فيهم نقطة من دمه على جبين ابني وبدأوا يقولوا ترانيم معينة، أنا في اللحظة دي من غير ما يحسوا قلت التعويذة بصوت عالي. فجأة الأرض اتهزت، الشموع اتطفت، الرجالة كلهم وكل اللي كانوا موجودين وقعوا في الأرض وفضلوا يصرخوا بصوت عالي. وفجأة القفص اتفتح، أخدت ابني وجريت.
والبنت كمان هربت اللي كانت في القفص. كلهم كانوا بيصرخوا وواقعين بيتألموا من شدة ألم شديد، مش عارفة بسبب إيه. ما كانوش عارفين يتحركوا من شدة الألم. التعويذة قلتها وهربت بأقصى قوة عندي. ابني كان في حضني. الطريق في اللحظة دي كان ضلمة، لكن وصلت لطريق مفتوح، لقيت فيه عربية. ركبت أنا وابني والبنت اللي كانت معانا. الحاجة الوحيدة اللي نفعتني إن هما ما كانوش عارفين يتحركوا من شدة الألم، عشان كده عرفت أهرب. البنت نزلت في بني سويف وأنا وصلت للقاهرة. دلوقتي أنا في أوضتي وابني في حضني. أيوة، أنا اللي كسرت العهد. معرفش هيحصل لي إيه، بس أنا قريت في الجرايد امبارح عن حادثة وحريق كبير في بيت آل شرقاوي، أغنى عيلة في الصعيد في سوهاج. كنت مرعوبة باللي ممكن يجرالي أنا وابني وجوزي، خاصة إن مكتوب في الخبر إن أكتر من 70 جثة اتفحمت في الحريق ده. واللي راعبني لحد دلوقتي مش اللي حصل لهم، لأ، هم يستاهلوا اللي حصل لهم، لأنهم اتفقوا مع الشيطان وكان في بينهم وبين الشيطان عهد. أنا اللي راعبني حاجة تانية خالص، إن كل يوم من ساعة ما جيت الساعة 3 بالليل و3 دقايق بالظبط حد يخبط على الباب، يخبط دقتين وبعدها الصوت يختفي، وبفتح ملاقيش حد. وبعد ما قريت خبر وفاتهم لقيت صورة جاتلي على الموبايل، جاتلي وهم واقعين على الأرض ومحروقين. ولقيت صورة كمان لنعمة واقفة في شباك البيت بعد ما اتحرق، بس عينيها المرة دي ما كانتش رمادية، عينيها كانت كلها سودة، وما كانتش بتعيط وما كانتش بتنزل دموع، كانت بتنزل دم. ده غير الصوت اللي بسمعه كل يوم بيصحيني من النوم، صوت واحد بس بيقول لي العهد اتكسر والساكن صحي، استني دورك.